ده زي البلي ده جامد، ده خرطوش اهو. خلصوا الغاز الظاهر المسيل للدموع، وادي الناس داخله فين. بصوا بصوا بيجروا ازاي. تعالوا نشوف، تعالوا نسمع بسرعه اللي بيحصل على الساحه. ده كر وفر قدام مديريه امن السويس، وبصوا بيضربوا الناس ازاي. بصوا بيضربوا الناس ازاي بالخرطوش. يعني يا ريت مثلا بالغاز المسيل للدموع. وادي الناس اللي على الاسطح، واللي على السطح ده، واللي على السطح دوت. اتفضلوا اتفرجوا. ده امن اهو، ده عسكري امن. ايه اللي مطلعه على السطح بيضرب؟ المتظاهرين واقفين، وادي برضو رجال الامن نازلين اهو، عمالين يضربوا في الناس ويكسروا في الناس اهو. والعربيات اهو، الراجل بيهرب بعربيته طبعا، حاسس ان عربيته هتتدغدغ. انه في حاجه عشوائيه بتحصل بتخليهم يتفرقوا. في عسكري امن انا شايف ورا الشجره بالخرزانه قاعد بيلوش في حاجه. وادي عربيات الاسعاف. في جندي امن واضح ان هو مصاب وقاعد على الرصيف. طيب هرجع تاني لاحمد خيري وكنت بتكمل الصوره بتقول انها مزيج ما بين 28 يناير 2011 والاحتجاجات التي ثارت بعد الاعلان الدستوري الاول للدكتور محمد مرسي في 22 نوفمبر، خليط ما بين الاثنين. بص يا يوسف، النهارده الشعار الناس كلها الهتاف الشعب يريد اسقاط النظام. وهنا لازم نفسر الهتاف ده يعني، لان طول الوقت احنا كنا بنقول الشعار ده او بيتردد في كتير من الاحيان، وتردد بعد الاعلان الدستوري اللي فات، وما كانش دايما بيتفهم او كان بيفهم منه المطالبه باسقاط الرئيس محمد مرسي. اعتقد الناس لما هتفت في ايام الثوره والشعب يريد اسقاط النظام، وبتهتف النهارده، مش المقصود بيه ان انت تغير اشخاص، وهي دي الفلسفه والاختلاف ما بين رؤيه الاخوان المسلمين ومن هم غير الاخوان المسلمين. انا اعتقد انه المقصود بالشعب يريد اسقاط النظام هو ليس فقط تغيير اشخاص وافراد، بل هو تغيير جمله من السياسات والفلسفات اللي قايم عليها نظام الحكم. وبالتالي في شعور عند الناس على انه هذه الفلسفه واسلوب الاداره وهذه السياسات لم تتغير منذ مبارك الى الان، وكأنه شيئا لم يتغير. غيرت فقط رأس النظام الرئيس مبارك بالرئيس محمد مرسي، وكأن شيئا لم يتغير. وكأن الثورة كان الهدف منها ان هي تشيل رئيس ما كانش بيصلي الجمعة وتجيب رئيس بيصلي الجمعة، تشيل رئيس ما كانش مربي دقنه وتجيب رئيس مربي دقنه. ودي للأسف الفلسفة السائدة يمكن عند اخواننا في التيارات الإسلامية، اللي دايما بيتكلموا ليل نهار على انه الرئيس منتخب ومش منتخب، وهم معتقدين ان الشعار هو متعلق فقط بالرئيس، لا هو متعلق بجملة السياسات اللي هي موجودة. الحاجة الثانية في حريق واضح ان هو حريق مش قليل، ده حريق كبير. ده اعتقد انه ده داخل سور المحافظه، لو انا صح، ممكن اطلع مخطئ. انا اعتقد المحافظه لكن ده حريق مش صغير، ومن الواضح ان هذا الحريق طال الاشجار اللي موجوده داخل سور المحافظه. مش من الواضح ان في حد بيحاول اطفائه، وده وضع غريب ومش مفهوم. واعتقد انه من المفترض في حريق تاني داخل مبنى من المباني بتاعه المجمع اللي احنا شايفينه ده. الشجرة يعني في جوه اهو، يعني هذا المبنى شبه مستدير في داخله نيران اهي صغيره مشتعله. عندنا في هذه الباحه او في هذا الحوش في نيران اخرى كبيره مشتعله، واضح انها ماسكه في شجر. مفيش حد واضح ان هو بيطفي. من المفترض ان هذا المبنى فيه حنفيات للمطافي. من الواضح ان محدش استخدمها حتى هذه اللحظه، ولا حتى خرطوم جنينه. ومن الواضح ان واحد بس اتنين بيتحركوا. الصوره للاسف ثبتت، اتنين اتحركوا خارجا. في ناس واقفه بره على الباب، انا مش عارف هم واقفين ليه ما بيطفوش النار. ما اعتقدش ان ده وضع يعني طبيعي يا جماعه. هو يوسف بس خلينا نقول، عشان اللي بشوفه على تويتر يعني على طول، يعني انه العنف مدان. يعني فكره اقتحام مقار احزاب او اقتحام محافظات او محاولات احراق، ده امر مدان شكل الموضوع، مفيش خلاف. وانا عايز اقول انه القوى السياسيه والثوريه وجبهه الانقاذ وغيره محدش منها موجود في الاماكن دي، لان لم احد يدعو للمظاهرات هناك. المظاهرات النهارده الدعاوى في ميدان التحرير، معظم المسيرات
او قصر الاتحاديه، ليس هنالك باي حال من الاحوال دعاوى الى الذهاب الى مقر احزاب والى مقر احمد مقر. اعتقد ان احنا دلوقتي في عندنا لازم يبقى في مناشده شديده الوضوح للسيد بقى وزير الداخليه فورا بارسال قوات الاطفاء فورا لاطفاء هذا الحريق الموجود في السويس باي شكل من الاشكال. يعني اذا كان بقى في قوات اطفاء طائره، اذا كان في قوات اطفاء سريعه. النار بدات تمسك في المبنى اهو، يعني المساله ما هياش بهذه السهوله. ده اللي احنا شايفينه. لازم وزير الداخليه فورا يبدا ان هو يتخذ الاجراء. مدير امن السويس، محافظ السويس اللي موجود اللي هو سمير عجلان، انا مش عارف هو الاهالي نفسهم المفروض ان هم يذهبوا لمحاوله اطفاء هذا المكان اذا كانوا يستطيعوا. اهالي السويس اذا كان في حد فيهم بيشوف دلوقتي التلفزيون بتاعنا يا ريت ان هو يقوم بالاتصال بالمطافي ويقول يا اهالي السويس لو سمحتم نرجوكم فورا قوموا بالاتصال بقوات المطافي علشان تطفي هذا الحريق اللي موجود في مبنى المحافظه في داخل واحد من المباني وفي الحديقه الخاصه او بالساحه الخاصه بهذه المحافظه خلف هذا السور. في ناس كمان فوق السطح المفروض يعني في ناس فوق السطح يعني طب كده الكاميرا لقطه على الهواء في كام مدينه وكام محافظه ممكن يكون ده حاصل فيها ومفيش تدخل. قوات الحمايه المدنيه لازم تتدخل فورا. انا ملاحظ ان النار النيران بتاخد شيء واضح ان في حد بيتعامل معاها بس مش باين لنا يعني. وارد انه يكونوا موظفين، وارد انه يكون حد من الامن، وارد انه يكونوا متطوعين. لازم 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 قوات الامن تروح. يعني ربنا يعمل اللي فيه الخير، ربنا يعمل اللي فيه الخير. الحمد لله والشكر لله. نشكر ربنا سبحانه وتعالى انه شكلها بتهدى حبه، لكن لسه ونرجو انه بيتم السيطره عليها، بس لسه في نار في الداخل. نرجو برضه ان يتم السيطره عليها. هو واضح ان في حد بيتعامل معاها. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ربنا يستر ربنا يستر. اتفضل يا باشمهندس. فبالعوده لمساله الشعب يريد اسقاط النظام، وهي الفكره، وده اللي لازم يفهمه الاخوان المسلمين، يفهموا الرئيس مرسي. ليس المعني فقط هو الرئيس محمد مرسي، ولكن المعني هو جمله السياسات اللي بتقوم عليها اداره البلاد بشكل حالي وبشكل دلوقتي بيعيد لينا اعاده انتاج النظام السابق في قمع الحريات، في قمع الاعلام، التعامل معاهم بشكل غير ديمقراطي، في محاولات التعامل مع الثوره والتعامل مع ما يحدث ان انت بتبدل عناصر بعناصر. بنتخلص من عناصر الحزب الوطني بعناصر منتميه لجماعه الاخوان المسلمين، وكانه فلسفه التغيير عند جماعه الاخوان المسلمين والتطهير واستبدال عناصر منتميه للنظام السابق بعناصر منتميه للاخوان المسلمين، واحيانا يتم الابقاء على عناصر النظام السابق اذا توافقوا مع الجماعه، زي ما بنشوف في مجلس الشورى وبعض مؤسسات الدوله هناك عناصر منتميه للنظام السابق بشكل واضح، محافظات في مجلس الشورى في غيره، لمجرد انه الجماعه بتقدر تحتويهم وبتقدر تتعامل معاهم. انا اعتقد ان النهارده يوم غاضب وغضب حقيقي، ومن هنا يمكن قريب من جمعه الغضب، لان النهارده المساله فيها غضب. في ناس ممسوك بيطحن الضرب من عناصر يعني تكاتف وتكاتل من قوات الامن على انهم بيضربوا بني ادم في النص. برضو ده مش تصرف سليم. طبعا المفروض يبقى عنده ضبط نفس، لو في مشكله فليلقى القبض عليه وبعد كده يعني يتم تسليمه الى الامن. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول. الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده بيتضرب بالشوم على دماغه وهو ماشي، محدش سايب له فرصه. والمهم ان اللي بيضربوه مش طرف ثالث، يعني اللي بيضربوه امن، يعني خلاص يتقبض عليه. انتوا بتضربوه ليه؟ اكتر من واحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده يوسف جزء من التعامل الامني اللي احنا بنقول طول الوقت. انت قبضت عليه هتوديه عربيه، يعني المساله مش مستاهله انك تضربه. افرض هو طلع بريء او طلع اي حاجه بعد كده. هم بيتعاملوا بمنطق الحرامي في الحاره السد. ده امن. مش من المفترض ان هو يتكاتف ويتكاتل عشان يقعد يضرب واحد بالشوم على دماغه. هو يوسف بنقبض عليه ونسلمه للضابط. ما هو انت قلت بتتعامل في منطق الحاره السد، عندما يكون النظام الحاكم الحاره الزنقه، الحاره المزنوقه، الحاره المزنوقه لما يبقى الرئيس نفسه هو بيتعامل بالمنطق ده، اكيد بينعكس فلسفته على بقيه كل مؤسسات الدوله. شاغل نفسه بالناس اللي بتتزنق في الحاره. المبنى في الداخل بيحرق. المبنى يعني في الداخل النار اللي بره واضح انها هديت، حتى ولكن لا زالت فيها جزوات مشتعله. نرجو بود يا جماعه اهالي السويس لو سمحتوا لو سمحتوا نرجوكم فورا الاتصال باداره المطافي، قولوا لهم انه مبنى المحافظه فيه حريقه لو سمحتوا. وادي مشهد، نفس المشهد بيتكرر تاني، التكاتف على شخص وضربه
وبعدين يرجعوا يقولوا ما فيش حد قتل حد. يعني الناس بتتضرب من الموت. ايه يا عادل ده؟ مش فاهم. انا عايز الفت النظر بس. اتفضل. المشهد ده في تطور نوعي حصل النهارده. وزاره الداخليه في عهد وزيرها الجديد قبل كده كانت دايما بتقول احنا نوقف على مسافه واحده من المتظاهرين، سواء دول بلطجيه او متظاهرين سلميين او اي حاجه، ما كانت بتتفرج. النهارده حصل تطور خطير ان هي بدات تعود لمره اخرى لانها تكون فعاله صحيح. مش فعاله بس، فعاله وبتضرب على الهواء مباشره. هذا تطور معناه الوزير كان بيقول يا اخوانا صدقونا احنا غيرنا العقيده الامنيه بتاعتنا. طلع العقيده الامنيه فصيله اللهب خرجت بره المبنى اهي. كمل يا أستاذ. المشهد اللي بيحدث في السويس النهارده معناها ان العقيده الامنيه بالعكس هي رجعت ليوم 28 يناير 2011 بالظبط. ان انت بتمسك واحد الراجل، يعني خلينا نتفق زي ما قال احمد خيري، الاعتداء على اي منشاه من اول المنشاه دي تكون جماعه اخوان مسلمين